بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. هذا هو مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، فقد أسسه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقصده بين الحين والآخر ليصلي فيه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء يوم السبت راكبا وماشيا. ووردت في فضل المسجد والصلاة فيه العديد من الأحاديث النبوية، منها ما رواه سهل بن حنيف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. وتعاهد المسلمون مسجد قباء منذ تأسيسه بالرعاية والاهتمام نظرا لمكانته، فهو من أكبر مساجد المدينة المنورة بعد الحرم النبوي. هذا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد